يا صباح الخير والسعادة. اليوم طالع مع أختي سارة أدور أشياء لتسريحتي. حابة كتير هيك إني أعملها كلاسيك على مودرن، هيك يكون فيها لمسات جديدة وحلوة، من زمان ما غيرت فيها. فجينا سنتر بوينت. بصراحة حسيت أنا أن سنتر بوينت اللي بالخبر أحلى كتير من الدمام. أختي تقول لا الدمام أحلى. كتير حبيت، عنده أشياء مو طبيعي فخمة. شوفوا، أنا حابة أدخل اللون الذهبي بالغرفة والوردي، حين نبدأ عملية البحث عن اكسسوارات مناسبة للمكان. هذه حق الكومودينا اللي جنب، يعني جنب السرير، في هذا الشكل بعد كتير حبيته. فالحين نبدأ البحث. باخذ هذه، حبيتها. في هنا كمان هذه الصواني. سارة قاعدة تقول اخذ هذه الصواني للعطور للكريمات، لكن انا بصراحة مو مقتنعة، لان اصلا يعني تسريحتي لونها ابيض، فكيف ابيض مع ابيض؟ احس مو مناسب. فانا مو حابة كتير فكرة اني اخذ هذه الرخامات، لكن الحين حطيتها بالعربي وبشوف. احب هذه الصواني، لكن احس كل البيوت صار عندهم منها، يعني كل البيوت قاعدة تحط ذهبي، مسويين عروض حلوة والله. هذه الورود أنا أحبهم من عندهم. شوفوا بعد هذه كتير حلوة، لكن هذه حقت كيكات التقديم. أحب هذه الأشياء حلوة. كنت حابة أخذكم بالرحلة أكثر، لكن عشان نركز ونخلص بسرعة أخذت هذه الأشياء والحين بحاسب. هذه حلوة جنب هذه، آخرها ولو أنها داعي خلاص ما لها داعي. هذه برجعها. لا هي رجعية ممتعة. حلوة. للشو مال. هنا جيت ايكيا، خاطري اخذ هذا، كان عند عيالي زمان وطلعتها، فالحين خاطري اجيبها مرة ثانية مع الطباشير والاشياء حقتها. فالحين باخذ واحد، باخذ هذا حق الرسم، يجي من قدام سبورة، يعني من وراء طباشير، عرفتوا؟ فالحلو انه يعني اهم شيء عيسى ومحمد كل واحد يمسك جهة. وبعد اخذت هذه الطباشير. وبعد ايش نبي؟ نحتاج ايش؟ هذه عطني، هذه خذ هذه، عطني اياها. ايوه. ونحتاج ايش؟ هذه مساحة خلاص، والاقلام كذا تمام، خلصنا. هذه ايش؟ هذه عصافير وكذا قصصهم. احب ايكيا، هذا القسم واجد احبه. وهذا الورق من زمان اصور لكم اياه، واني دائما اسوي فعاليات لعيالي فيه. خذ هذا الورق حقنا قرب يخلص، جيب واحد. ايوه بس. وهذا ما نحتاجها، هذه عندنا الوان واجد بالبيت منها. انا ابي هذا والله، عندي واجد. هذا حلو، فيه ذهبي وفيه فضي وفيه اشياء. صار المساء وحبينا نطلع شوي نغير جو، فرحنا هذا الكوفي. هذا الشاب راح بعثة أمريكا، وهو أصلا يحب واجد إنه يخبز. فلما راح هناك نزل عند هذه الحرمة اللي حاطت صورتها وتعلم منها، وما شاء الله طور نفسه معاها، وصار يعرف يخبز المخبوزات وتعلم منها الكيك وكذا. وصارت عنده يعني هواية طورها مع هذه المرة، سبحان الله اللي الله سخر لي إياها. ومنها بعدها بس خلص بعثة جاء الدمام وفتح هذا المكان. بصراحة كتير حلو، وكتير حبيت الأجواء، وكتير المكان دافي. المخبوزات تعتبر يعني حلوة. فبصراحة المكان كتير دافي، وأنا كتير بحب المحلات أو حتى الأغاني اللي لها قصة حقيقية، أنا كتير بحبهم. فبصراحة حبيت المكان، والله يوفقه يا رب، وبتمنى له إنه هيك يعني يكون بداية خير كتير حلوة عليه.
يا مساء الخير ويا مساء السعادة، ما عليكم من الحوسة. عندي ترتيبات كتير للغرفة. أولها هون شنط ميك اب، هذه هدية ماما، ما صورت لكم إياها هذيك المرة، لازم أصورها الحين. وبعد هنا أغراض اللي اشتريتها معاكم من سنتر بوينت لازم أرتبهم. وهنا بعد حوسة الأدرج، شايفين عندي بس هذا الدرج اللي أحط فيه كل شيء بعدين أرتبه، فهمتي؟ لما ما يكون لك خلق، بس ما أخلي أي شيء هنا على التسريحة، لا أحطه هنا وبس أنا أكون رايقة أنا بفضيه وأرتبه، عرفتوا؟ فجاء اليوم إني أرتب هذا الدرج، فبقيت كل الأشياء بالأرض. هذه حقة الفرش الميك اب، بعد بنغسل الميك اب من يوم ما شريتها معاكم، من آخر مرة ما جربتها أبدا، لسه جديدة. هذا البوكس ما أدري إيش جاي فيه، عجبني خليته. فالمهم إن عندي واجد شغل، فقررت اني اخلص الحين قبل العيد، فقلت برتب شوي شوي، اطلع اللي ما ابي، ارتب الاشياء، فعندي كتير شغل. فحابة اني اشارككم، خاصة انه عن جد روتيناتي بالفيديوهات كلها بعيدة كتير عن الشغل، لانه بصراحة عندي عاملة وما عاد نظفت زي اول، لكن لازم الترتيبات هذه العميقة حقت العيد وكذا نتدخل فيها، والترتيبات اللي تعتبر نقول سنوية، يعني هذا الشغل ما بسويه كل مرة، نقول من سنة لسنة. هذه بآخر طلبية حقت العيد، سووا نفسكم إذا سامعين صوت عيالي سووا نفسكم ما تسمعون. هنا آخر طلبية شيئين اللي طلبتها معاكم، صورت لكم إياها، شاركتها معاكم. هذه ينحط فيها داخل العود وتمشطين شعرك عشان العود يعني يصير ريحته بشعرك أكثر. لسه ما جربتها، متحمسة إني أجربها، فكمان بنشوف الحين وين مع الترتيب الجديد وين بحطها. تمام، فالحين برتب معاكم. قاعدة أشوف نورة اللي ما عندها أخات، كتير بحبها بصراحة، وحبيت إنها عاملة هيك شيء، فخلينا نشوف إيش قاعدة تسوي. هذه طلبتها من شيئين من أول، هي تلبس على الرقبة، إنه ما أدري إيش تسوي بصراحة، يعني كذا إنه عشان نضارة، عرفتوا؟ نفس الماسكات اللي نلبسها ليدنا ورجلنا، الله يكرمكم، اللي فيها الجل، عرفتوها؟ لكن هذه تنحط على الرقبة، فما جربتها بصراحة. شوفوا الحين فتحتها معاكم، لكن شكلي لازم أحطها عند السرير عشان أتذكرها. هي تلبس بالرقبة، فأنا دائما قبل لا أنام أشوف يوتيوب وكذا، فشكلي بصير أركبها، بس خلوني بعدين أجربها معاكم. صدقون من يومين أو اليوم حتى والله قاعدة أقول إن أبي علبة أدوية، ناسية هذه، فبخليها برا أحتاجها، لأني برجع ألتزم بفيتاميناتي. مبرد في بعلبة، هذا بحطه بعد بالشنطة فبحطه برا. هذه لآخر مرة الفرشة اللي طلبتها، بعد ما أدري إيش تسوي هنا، لازم يكون مكانها هنا. فهنا بعد الإكسسوارات أكسر أحطها بهذاك الدولاب، فكلها محطوطة هنا، فبعد الحين بشيلها وبرتبها بدولاب الإكسسوارات. فيلا نشيلهم مع بعض. هذه لزقات حقت الأظافر أحطها كلها هنا مع لزقات اليد، هذه حقت المكياج. هنا بعد هذه طلبتهم آخر مرة ولا استخدمتهم، حق الأظافر، هذا نحطهم هنا في كذا.
المسحات الطبية استخدمها دائما حتى حق مقصص الأظافر، لأن في كتير أمراض بتنتقل عن طريق الأظافر. فبصراحة لأني بعرف وحدة هيك صار لها، فأحب إني أعقمها لي ولعيالي عشان يا سمح الله لو في شيء بأظافرنا ما يكون ينتقل مرض أو شيء. فدائما بحب أعقم كل شيء، مثل الشفرات تبع الحواجب إني أستخدمها أحيانا نزيع الغطاء، فبعد قبل ما أستخدمها أعقمها وبعدين أحطها على بشرتي. فكثير أستخدم المسحات الطبية. هذه اللزقات دائما أطلبها من شيئين، كتير بحبها للجسم، عن جد بتعطي شكل كتير حلو، جربوهم كتير حلوين. هنا كل شيء يخص الأظافر بالبوكس الصغير، الكبار دائما أحطهم هنا هم تحت. بكذا خلص أول درج، كل شيء يخص الأظافر هو هنا. بسم الله. الحين بفضي درج المكياج كامل وأنظفه. هذه حقت تكملة حقت هذا البوكس اللي هنا شفتوه. هذا البوكس حقتها هذه، بس شلتها منه من فوق وحطيت في العطور مباشر، وحطيت هذه تحت. بس شكلي بغير خاطري احط المكياج فوق، فبشوف التغييرات الحين بسويها. لا ماما ما ابي مساعدة حبيبي، شكرا. تكفين؟ ايش تكفين؟ قاعدة ارتب غرفتي، ايش بتساعدني يا عيسى؟ ما أحد يرتب معاكي. ما احتاج احد يرتب معي. هذا بس. هذا بس. هذا حقت شنطتي، ايه بس ما نبي نحطها في شنطتي. حتى من هنا. وين؟ هنا. اوكي حطها هنا. هنا اكتر درج يحتاج ترتيب، فكله الحين بفضيه واشوف شلون برتبه. تذكرون مره بالفيديو من زمان شاركتكم اني شريت علاقات حقت هذا التاجات اللي كنت حاطتها على الجدار واعلقها، كثير عجبتني وبرجع اطلبها لانه بصراحه كانت خادمتني. يعني انا استخدم واجد التاجات وكانت تتعلق بالجدار وعن جد كثير حلوه، فان شاء الله برجع اطلب منها من شيئين تحصلونها. هذا بس أساعد. ماما أسيرهم هنا. شوفوا هذه البوكسات جايبتها آخر مرة نزلت فيها جوهرة الأسعار وكتير حبيتهم. بصراحة أنا شريتهم حق عيالي إني أحط أقلام ألوان مساحات حق دروج الألوان، لكن الحين تذكرتهم قلت ليش ما أجيبهم وأرتب فيهم بكلاتي، بياخذ مساحة كتير حلوة، بيكونوا صندوقين فوق بعض وبيصير أسهل علي إني أختار اللي أحتاجه. لأن الحين من كتر ما الفوضى اللي شفتوها قبل شوي، فمن جد يعني خلاص أعلق على أشياء معينة وما أغير. فالحين بهذه أتوقع إنه بيتعدل، يعني بيصير أحسن، فبجرب الحين. هذا حق سألت حتى. صح هذا حق شعري أنا أحطه. بس أنت ليش قاعد تقطع بعيد؟ أنا أحتاجه الحين، قاعدة أرتب. أنا عندي. ما يمديك؟ لا ما تقطهم، ليش أنت قاعد تقطه هناك؟ لا خلاص أنت قاعد تحوس، أنا الحين بزعلك. أنا أحط هذولي حتى. أنا أسافر حتى وياه. بشيل التاجات كلهم على جنب شوي. لين لا أول شيء برتب هذه الأشياء. الوافي حبة. هذا نوافي حبة؟ إيه. بس هذا حق بنات، شلون نوافي حبة؟ في هذه الأشكال بعد عن جد كثير. حبيت الصندوق، حبيته. ايش رايك عيسى؟ ايش رايك في الصندوق؟ ماذا في هذا؟ ايش رايك بصندوقي؟ انا قاعد اسولف معاك. هذا هنا. هذا هنا. شكرا عيسى. هذا ذا. هذا وين؟ هذا هنا. هذا. حتى هنا. اشوف. ايش رايك نحط الصغار هنا؟ نحط الصغار هنا ونحط الكبار هنا. لا هذه صغيرة مرة. ايش تبي بالمقص؟ لا هذه ما تنقص، هي كذا يا ماما. تبي تخرب بكلتي؟ هنا. هذه وسخة، جيبها زبالة. حطيتها هنا. اوكي. وين؟ حطها. أنا حطها. هذه فيها هنا، وين المقص؟
هذا خلاص حسن. دوري شوفي هنا بحط كل المطاطات اللي كذا هنا. الحاجات شوف زين كذا جي بحطها هنا. هذا؟ ايوه عليك كفو. وهذا في هذا قاعدة أحط لا هذا مو حق شعري، هذا شيء للزبالة. شوف هذه المطاطات. صدقون كنت اليوم والله اني قاعدة اتمشى بشيئين وقلت بطلب لاني بالنادي احتاجهم، بس تخيلوا طلع عندي واجد. عن جد كويس اني ما طلبت. ما ادري شلون ذاكرتنا انه ننسى انه عندنا، يعني ما ادري شلون. ماما. عطني هذه اللي جنبك هنا. هذا ايوه كلهم حطهم هنا. حطهم هنا. ما شوفي شوفي شوفوا حتى من ما شوفي اوكي حتى شوفوا عندي كثير. أنا بس حطها هنا هلا هنا ايش هذا حطها هنا ايش هذه حطها هنا، البيبيونه نحطها هنا. يلا نجرب نشوف، لان في كثير بيبيونات بعد. في البيبيونات شكلي بحطهم كذا هنا. بيبيونات صح كذا. الله حلوين. أنا حطها انا واجد مبسوطه عيسى بالصندوق. جد بنات شوفوا الصندوق، عن جد كثير مبسوطه فيه. صندوق مالي بس ما تدري ويس؟ طيب عطني هذه. شايفين كذا ما شوفي جد كثير مبسوطة عليه. ياي زين إنه فكرت إني أجيبه أرتب في أغراضي، لأنه عن جد كثير حلو. ماما هلا يا ماما هلا. شايفين؟ واو كثير مبسوطة. هذول بحطهم هنا بعد بس بفكهم من العلبة. هذا حطها هنا يا مزعج. لا هذه هنا. وين هنا شوف كيف هذا وش هذه هنا. هذا وش داخلين هذول هنا. هذا وش بصراحة هذا وش كله هذه الكائنات الصغيرة تستنوا. هذا وش؟ هذا زبالة. لابس بلوزته مقلوب. المهم دايما أحب إني أصور. كنت أول زمان استنى لين ينامون ويصير كذا ما أنزل فلوقات بصراحة، لأن هذول الكائنات الصغيرة مزعجة. لكن بعدين قررت إن هاي الحياة وهذول المزعجين لازم يكونوا كذا فوق راسنا، ونحن ننظف ونحن بكل مكان، حتى الله يكرمكم انتم تعرفون وين. فخلاص نصور فلوقات ونستمتع. وش هذا كله؟ بكلاتي اشياء بنات. يلعبون كورة اخوانك. بسرعة روح روح والله العب. يشوتون الكورة على عينك بطقهم. هذا الريش ما ادري من وين طالع كل شوي. هذا وين؟ اشوف هلا هذه نحطها بدرج حق تنظيف البشرة. هذه ما ادري وين مخي، ما شريتها بهاللون فبطلعها. شايفين الجمال؟ عن جد كتير مبسوطة عليهم، يعني عن جد الحمد لله اني فكرت فيهم. كتير حبيت كتير حلوين من جد. عندي هذا الدرج يبي له بس تعديلات بسيطة. هذه يعني ما أدري إيش جايبها هنا حقت الشمعة، أكيد عسعوسي عيسى. هذه تكون هنا. هذا الدرج نظيف ما أستخدمه كثير فما بطلعه. هذه كل شيء ماشين. هذه العلبة حقت السفر مكانها مو هنا، بس بحطها لأن هي أسوي فيها ماسكات أساسا يعني. فهذا الدرج أصلا مرتب ما يحتاج ترتيب. هذه الشنطة مو هنا مكانها فبشيلها مكانها مع الشنط وبس. هذا الدرج مرتب ما في شيء، بس بزيد عليه صح اللي هي هذه حقت الرقبة. بسم الله. قلت بسم الله وراح. يعني انت ما تخاف. قاعد يقول لي انه قاعد يتمرجح وشاف شيء وقال له اوف صح وراح. يا عيار تبي تخوفني؟ ليش تخوفني؟ حرام، انا امك حلوة. لا تروحيني السطح بكرة. ما اروح عند السطح بكرة؟ بسم الله. انت كنت بالسطح؟ انت قلت لي كذا بالسطح؟ كان صغيرة السطح وشفته
انتهى. أنت الحين عندي هنا مرتب تقريبا، بس في الأشياء اللي طلعتهم برتبهم هنا داخل، وعندي هنا أشياء جديدة مو فكتهم بفتحهم وأعلقهم، وبكذا الإكسسوارات بتكون ترتبت سريع. هنا الحين برتب هدول، بصراحة قاعدة أفكر كثير إني أطلع منهم، حتى لما أجي أختار من شيئين، تعرفون إحنا الحين أكثر شيئين، فكل ما دخلت أجي بطلب أقول عن جد حرام، لأن من جد ما شاء الله تبارك الله عندي كثير. أبي أسألكم سؤال، أنتوا تقطون علب النظارات ولا لا؟ محتارة، أنا قاعدة أفكر أقطهم، لأن شوفوا أنا وين أحطهم، شوفوا أنا أحطهم هنا، في هنا بعد حق زوجي بس شايلهم، بس أنا أحط هنا النظارات، فش رايكم أنتوا؟ أخليهم هنا ولا أقط العلب؟ قاعدة أفكر أقط العلب. هنا شوفوا هذه حقت الشفرات حقت السفر، أغراض السفر، شكلي بحطهم بعلبة لحالهم. قلت إني أحطهم بهذا الصندوق وأحطهم مع هنا كل كفرات جوالي حاطتهم. بوريكم بعد هنا هذه القطعة شريتها من شيئين بنات، تذكرون لما كنا نصور بالميموريات وكذا، فتخيلوا كل أنواع الميموري تدخل فيها. جد كتير حلوة، قارئة كرت ذاكرة، جايبتها تخيلوا من شيئين، فتحت لي كل كروت الذاكرة، بتحصلونها بشيئين، ناسية بصراحة الرقم حقها. وهنا بعد السي دي، قاعد يقول اسكتي. ايه الله قاعد يقول اسكت، هو يقصد انه قاعد يأذن، فهات كمان هو يأذن، اسكتي. صح عليك، انت شاطر، يأذن لازم نسكت، كذا قال عيسى صح. عندي هذا الدولاب انه قزاز، فانا حاطه فيه هذه الاشياء. انا كتير حابه اغير بتسريحتي صراحه، ما شاء الله زحمه عطور، وانا كتير حابه انه عطوري تنحط هنا، وبنفس الوقت احب ان علب الماركات تكون هنا موجوده، فاصلا لاني قاعده احافظ عليهم عرفتوا، فمخليه كل شيء بعلبته، على طول اطلع والبس. فقاعده افكر اني اشيلهم واحط هنا عطوري، كريماتي، عرفتوا، وتسريحتي تصير كذا فخامة أكتر. شايفين شلون أنا تسريحتي الحين عملية، يعني كل شيء قدام عيني، كل شيء استخدمه بسرعة. لا، الأغراض اللي أنا جابتهم الحين من سنتر بوينت تسريحتي لازم تكون فخمة، فهمتوا؟ يعني حابة كذا يصير تسريحة كلاسيك، فكتير حابة إني أشيل كل هذا اللي عليها، أدخله الدولاب، وهنا يصير الأشياء الأساسية الخفيفة. فأنتوا إيش رايكم؟ الحين بوريكم قبل وبعد. حتى الأكياس قاعدة أفكر إنه خلاص أتخلص منها، يعني ما لها داعي أحس. إيش رأيكم أنتوا؟ أحس خلاص من جد الأكياس اللي فيها خلاص، عندي العلب، بس كان عندي فكرة زمان إني أحط الأكياس كذا، بس خلاص لا، بقط الأكياس وبس العلب تكون موجودة أحلى. عندي هذه العلبة جاية لزوجي هدية، فما قطيتها، أبي أشيل هذا الرمادي وأحط البخور كامل داخله، أحس إنه ينفع. هذا البخور الدواسر جبتها بعلبة نيدو اللي يعرفها. هذه الأشياء اللي ما أبيها بطلعها، فقاعدة أرتب. طبعا لابد من فاصل الأمومة، عيسى الله يهديه مسكت معاه ياكل مانجا الحين، فبقطع له وبرجع راضية تطلع، نقطع له. وبعد هناك قاعدة أسوي حق حمود هدق، كل واحد يبي شيء، ففاصل الأمومة ونرجع ننظف. هذه تيتا كده تسويه، يقول تيتا اي شيء تعطيني اياه تقول لي اقعد بالارض اكل واشرب، يقول قاعد بالارض ياكل. شاطر عيسى. الحين برتب هدول الماسكات حقتي وكذا، فبوريكم. هنا هذا الماسك عليه مدح كتير كبير آخر فترة قاعدة أسمع عنه، اللي هو بالرز، يعني أصلا أنا أسوي ماسكات بالرز من أول، اللي يتابعني وبيعرف فلوقاتي، فأنا أحب أي شيء في رز، وعن جد شايفة نتيجة. فزي ما قلت لكم أني أنا أصلا بحب الرز، وأي شيء في رز بحس أنه أكيد تمام. هنا صار لي فترة بصراحة أستخدمه، لكن طلعت أستخدمه غلط. أول مرة أعرف أن التنر ما يتغسل، أنا بصراحة أحطه وأخليه دقيقتين أو أخليه شوي وأغسله. ففي بنوتة قاعدة أسولف معاها قالت لي لا، أن التنر ما يتغسل، تحطينه وتخلينه. فمعلومة جديدة علي، ما أدري إذا أنتوا تعرفونها أو لا، فبرجع أستخدمه من جديد إني أخليه على بشرتي. شفت كتير مدح عليه عن المسام، أنا عندي شوي مساماتي شوي مبينة، فحبيت إني أستخدمه، يمكن إنه يكون منيح. فعن تجربتي معاه بقول لكم. تمام. هذا قناع
استخدمتها مرة واحدة، بصراحة حسيت إنه عن جد البشرة كتير، فاستخدمته مرة واحدة. حسيت بصراحة إنه نظف بشرتي، حبيته. فهذا كتير حبيت، من أول استخدام لقيت فرق شوي ببشرتي. هذا لسه كنت استخدمه غلط. طيب اليوم رحت شريت هذا المرطب، أنا أحتاج مرطب لبشرتي، فكنت استخدم هداك حق البيبيات الأزرق، والله نسيت اسمه. لكن الحين قاعدة بستخدم هذا، عليه مدح كتير كبير ويقولون إنه ممتاز. وبعد هذا يقولون إنه مرطب كتير منيح قبل المكياج، فكتير عليه مدح. هدول الاثنين جديد دخلتهم، فهذه الشركة أصلا بعتمدها هذه. فبنشوف يعني الحين مؤقتا أنا معتمد تجديد، بوقف اللي أنا أستخدمهم اللي دائما أصور لكم يوم ما أصور غيرهم، فالحين حابة أجرب هدول. فهذه المجموعة الجديدة اللي بدخلها. تمام. طيب هذه كريمات عادية، هذه أوكي. هذا شايفين، هذا أخذته من بنوتات، هم كانوا يسوونه بس صار زمان وهو بالنشا أساسا، فخلاص بطلعه. أخاف بصراحة أستخدمه، خايفة يكون إنه خلاص إكسباير يعني. فخلاص والباقي أشياء عادية، فبس برتبهم الحين. في هذا الحين أنا قاعدة أرتب هذا واقي شمسي، بحطه بشنطتي عشان لما أطلع الظهر من الدوام بيكون كتير حر، والحرارة ما شاء الله ما تمزح، فعن جد إيدي صايرة كتير سمرة فبستخدمه. وبعد هذا حق الأظافر أبي أرجع أستخدمه، من زمان ما استخدمته. إيش بعد؟ بس ما في شيء مهم، خلاص برتب. صار وقت اللحظة اللي قاعدة استناها من وقت ما قاعدة أنظف الغرفة إني أرتب الإكسسوارات اللي أنا جايبتهم. فاهم؟ الحين صار الترتيب. ثقيلة. هذه الورود جايبتهم من سنتر بوينت، شايفين جمالهم. ترى بصور الحين قاعدة أرتب، لكن بكرة بصور لكم النتيجة النهائية، لأنه أحس إنه يحتاج الوضع نور، مو عاجبني إضاءة التصوير، لكن لازم أنجز. يلا بسم الله. شايفين جمالها؟ عن جد كتير فخمة بصراحة. الإضاءة مو مبينة فخامتها، إن شاء الله بكرة الصبح بعيد التصوير. هذه من محل تحفة. شايفين جمالها؟ ترى لونها بيبي بينك، كتير كتير حلوة. هذه أنا عندي منها فوبيا، ما أحبها. إذا مسكوها عيالي خرب كل البيت. أول شيء أبي أقصها. طيب هدول الشمعة والفواحة حقت التسريحة. خلينا نشوف إيش في بعد. هذه بعد كتير حبيتها وشريتها، لكن هذه مو للغرفة، هذه تطلع برا. شوفوا هذه كتير عجبتني، بحطها الحين على كومودينة أبونا. هذه بعد شايفين فخامتها؟ كتير كتير حلوة. كمان قاعدة أفتح كل شيء عشان أتذكر إيش شارية وكيف برتب، بس بصراحة أحس إني تعبت ولازم أروح أنيم عيالي. كتير حلوين. الحين عندي هذه الوردة أخذتها زي ما قلت لكم من سنتر بوينت، لكن تحتاج إنها تنقص بهذه الطريقة عشان أحطها داخل المزهرية، إنها مزهرية كتير صغيرة، فبقصصها يبي لها وقت. بقصصها وارجع لكم.
حبيت كتير حلوة. الطبيعة غير عن الكاميرا مظلومة. بكرة الصبح إن شاء الله بتبين أفضل. يا مساء الخير من تاني يوم، رجعت من الدوام وببدأ بعد أكمل تسريح الحين. فأول شي متحمسة له إني أفتح هدول ولا أخليهم آخر شي؟ بخليهم آخر شي. بنظف هذا البوكس أول شي. هذا البوكس شريته قلت بحط فيه داخله اكسسوارات او ممكن البخور او زي كذا. كتير حبيت شكله ومناسب مع الديكور الجديد. لكن اكتر شيء اكره بالمحلات لما يحطون هذه العلامة، يعني لما تجين تشيلينها بصير كأنه قديم. او لا الحمد لله زين مشات بسلام. اوكي باقي بس انظفه وابدأ الديكور. هذه معبيتها ماي مع شوي ديتول. احب ريحتها مع التنظيف والبخور، تطلع ريحة جدا جميلة، تعطي ريحة بيتك كذا ريحة مميزة. طبعا انا استخدم مو ديتول العادي، استخدم السيف. مشاركتكم اياه قبل بفيديوهاتي لو تتذكرون، دائما اشارككم اياه. شوفوا لون الشمعة كتير عاجبني، لونها بيبي بينك على وردي على بيج، شايفين كتير حلوة. وريحتها يعني اول ما فتحت الصندوق ريحتها طلعت، ريحتها بتجنن. هذه اخذتها الفواحة اللي فيها عيدان، هذه كذا تجي مع هذه العيدان. بعد خديتها نفس اللون، شايفين كتير حلوة. كتير قوية مو راضية تنفتح. بفتحها وارجع لكم. فتحتها. الحين نحط الأغراض لين تشربهم بعدين نقلبها تشرب الريحة. بصراحة أنا حبيت في ريحة تانية، حبيتها أكثر من هذه الريحة، لكن هذه اللون اللي يمشي مع غرفتي فخذيته. ريحة الشمعة أحلى من ريحة هاي. كذا صارت كتير فخمة وكتير رايقة صح؟ أنا كتير حبيت. كده وصلت للنتيجة النهائية اللي أنا كتير عجبتني واللي كنت بدي إنها تكون يعني كده. أنا زي ما قلت لكم أبيها تكون كلاسيك وراقية مو كتير زحمة. عطوني رأيكم بالديكور الأخير، شو رايكم؟ هنا رتبت خلص الحمد لله كل الاكسسوارات صارت بمكانها. هذا البوكس كنت حاطته داخل هنا الكومودينا، لكن قلت بحطه هنا عشان اشوفه وخلاص. هي اهم شيء هي قاعده تتسكر مو قاعده تاذيها. هذه من قبل مشاركتكم اياه من شي ان. بوريكم عن جد بناتي كتير حلو وكتير مفيد. ما ادري كم رقمه بصراحه من زمان، بس شايفين كذا تجيكي كل علبه لحالها وانتي تخزنين فيها اكسسواراتك. عن جد كتير حلوة، تحطين فيها كل حلق. انا هذه مختارتها حاطة فيها اللي تنحط على العقود، عرفتوا؟ فكذا خلصت حق درج الاكسسوارات. هنا مقابلها انا حاطة حقة ايكيا، حاطة تحت هنا البخور. امس وريتكم اني فضيت البخور، الحين بوريكم. هنا هذه الجهة كلها صوري، صور عرسي، صورتي بالخطبة، صورنا احنا مسافرين كذا انا مسويتهم وحطتهم. فهنا ما اقدر اصور، بس هنا هذه حطيت هذا الديكور جنبهم. فهذول العجوزين احبهم، واحب هذه الوردة جبتها من ايكيا الحين اخر مرة رحت. بس خاطري من تحت هذا المكان احط له الحجر الابيض ان شاء الله بشتري. وكذا هنا ديكور الغرفة هذا جاهز. هذا الصندوق خليت خلفي فضيه وحطيت داخله كل بخور. هذا البخور حق معمول دواسر حطيته كذا خلاص كذا ارتب، لانه هو يجي بعلبة معمول وانا حطيته باكياس فما حبيت. فكذا شكله مرتب وبصير احط اغراض البخور هنا. طالبة دلكة السودانية من زمان، طلبتها نفس حقة وعد التركي ولليوم ما جربتها، ان شاء الله بجربها بعدين. فحطيتها هنا عشان اشوفها. بس بحط هنا علبة بحط فيها اغراض البخور مثل الفحم والولاعة عشان اصير خلاص جنب بعض. وهنا كوميدينتي الجميلة، شايفين الجمال؟ كتير حبيت الورد، كتير حبيت هذا العصفور، كتير بصراحة حبيت هاي الأماكن. هذا المكان كتير حبيته. هنا دائما أحط فيها مناتي عشان ما أنسى أخذهم قبل لا أنام، وبس مرطب الأظافر وهذه الريحة. وكذا كومودينة سريري، وهنا كومودينة أبونا. فشايفين الجمال؟ هاي كتير حبيتها.
نسوي افتتاحية معاكم وكذا. هذه كومودينة أبونا، فكتير كتير حبيتها. هنا ينحط بالليل ماي وخرابيط وشاحن وجوال، فحبيت إني بس هنا وهنا يكون في مسافة فاضية له، فكتير كمان حبيتها. هذه القطعة عطت جمال وفخامة للغرفة كتير حلوة، مع إني أنا نسيت إني أنا هنا عندي لون ذهبي فضي، هذا فضي هنا ذهبي، بس أوكي أصلا موضة الحين نحط الفضي مع الذهبي. فعن جد كتير حبيت، خاصة إن اللون الذهبي المطفي مو كذا اللي يضايق. كتير كتير حبيت. هنا شوفوا التفاصيل الجميلة من شي إن. طبعا دائما مفارش شي إن بصراحة تفوز، إن كان ملمس وبرودة، وشايفين الوردة تطريز. كتير حبيت، كتير عجبني، لكن شايفين الجمال كتير حبيت، لكن أحس إنه يبيله إنه يكون منتفخ أكثر. أنا أخربهم بصراحة لأني أغسلهم دايما، فأحتاج إني أغير مفرش السرير كامل، حابة إنه يكون منتفخ. وبكذا خلصت الغرفة. شايفين جمال المفرش كتير حلو، كتير حبيت. وبهيك خلصت الغرفة. كذا مثل ما شايفين الحمد لله خلصت. حتى الأرض خليت العاملة تغسلها كاملة، وتحت السرير شلنا السجادات الصغيرة حقت الغرفة غسلناها. فالحمد لله كذا وصلت معكم لنهاية الفلوج. بتمنى يكون عجبكم. إذا حابين شارككم باقي تنظيفات العيد كتبوا لي بالتعليقات عشان أشارككم إياها.